هبة عبوك تتهم أشرف حكيمي بسرقة ثروتها كاملة وإعطائها لوالدته. وفي التفاصيل، قبل أن ندخل في التفاصيل، إذا كنت تتفق مع ما فعله أشرف حكيمي بكتابة ثروته بالكامل لأمه، فأرجو منك الإعجاب بهذا الفيديو لنحصي كم شخص يتفق مع ما فعله أشرف حكيمي. بعد انفصال هبة عبوك وأشرف حكيمي، خرجت هبة عبوك وصرحت وقالت بأنها محتاجة لنصف ثروة أشرف حكيمي، حيث قالت: هذا حقي وحق أولادي، فنصف ثروة حكيمي كان في العقد بيننا، أي عقد زواجنا، فلدي الحق في النصف في ثروة أشرف حكيمي، ولدي أيضا الحق في التصرف في ثروة حكيمي بالكامل، ولكن في الوقت الحالي فأنا أطلب فقط نصف الثروة وهذا حقي. ولكن أشرف حكيمي كتب كل شيء لوالدته، وهذا نصب، فقد نصب علي، وهذا غير معقول وغير مقبول، وسوف أوكل محامي وسوف آخذ حقي رغما عنه وبالقانون، فأمه لا تستحق أن تأخذ ثروتي، هذا ظلم وعار، والله لا يحب الظلم. ثم خرجت هبة عبوك وهي غاضبة. وأنت ما رأيك في كلام هبة عبوك؟ هل هبة عبوك تستحق نصف ثروة أشرف حكيمي؟ ننتظر آراءكم في التعليقات.